السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. هنعمل النهاردة احلى زهرة قرنبيط ممكن نجربها بالطريقة التحفة دي. خفيفة بدون زيت بقى وقلي وتعب من اللي احنا بنشوفه. فاحنا نعملها النهاردة بطريقة مختلفة هتعجبكم جدا وهتبقى خفيفة ومش هنقليها كمان. انا بدأت اقطع كده، قطعيها على حسب ما انت عايزة تصغري الزهرة شوية عن كده. طبعا تقدري ان انت تصغريها، مفيش اي مشكلة. انا خلاص كنت قطعتهم وغسلتهم وصفتهم. معايا هنا انا حاطه ميه على النار، حاطه فيها معلقه من الكمون طبعا علشان تقلل من الانتفاخ والحاجات اللي بتبقى في القرنبيط، وكمان شويه ملح. هبدا احط القرنبيط يتسلق شويه، بس لما الميه تبدا تغلي سيكه كده هنزل بالقرنبيط. طبعا تقدري تعملي القرنبيط باي طريقه انت بتحبيها، بس انا بفضل الطريقه دي، بتبقى خفيفه شويه كده وبتبقى حلوه قوي. لو جربتيها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك وهتتبسطي منها خالص، ومش متعبه ومش زيت كتير بقى وقلي، وفي نفس الوقت وهي في الفرن بتتقلي. هنزل بالقرنبيط، هنديله كده سلقه. هيقعد على النار قد ايه؟ هيقعد على النار ربع ساعه مثلا. هتعرفي منين ان هو اتسلق؟ هوريكي دلوقتي برضو، هتضغطي عليه كده وازاي وتعرفي اتسلق ازاي وان كده كويس خالص. بدأت هنا انزل بالقرنبيط، الكمية اللي معايا كلها هي تبارك الله كبيرة. فانت لو عايزة واحدة اصغر من كده مفيش اي مشكلة، ولو اكبر بقى كبري الحلة شوية عشان ياخد راحته. لما حطيت القرنبيط حسيت ان المية هتبقى قليلة شوية، فبدأت ان انا ازود المية تغطيه شوية كده علشان يعرف ياخد ويدي كده في الغليان. بدأت ان انا اقلبه، هجيب الجزء اللي تحت فوق بحيث ان هو كله ياخد سوا مظبوط مع بعضه. طبعا الكمون مهم جدا في المية بتاعة السلق، مهم جدا جدا جدا، حلو قوي علشان الانتفاخات والغازات اللي بتبقى في قلب القرنبيط. هنا هبدأ ان انا احط اي حاجة على النار موجودة عندك، هحط معلقة من السمنة وهبدأ اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هي خلاص انا كنت سيحتها كده، وهنزل بقى بالمكونات. انا مقطعه بصل، مش مقطعاه حتت صغيره قوي ولا كبيره قوي، وسط كده. هنزل ببصلايه كبيره او بصلتين وسط، هبدأ اشوحهم لحد ما يدبلوا معايا خالص. انا عايزاهم يدبلوا شويه. اثناء التشويح لو حابه تحطي شويه كمون وشويه كزبره يتشوحوا مع البصل طبعا مفيش اي مشكله. لو مش حابه تحطي ممكن ما تحطيش وتحطي بعدين. انا بدأت ان انا شوحت البصل وبدأت ان احط واحد بس من الفلفل الاخضر كده يتشوح معاه، بيخلي نفس القرنبيط في حتة تانية. وكمان 4 فصوص من الثوم، ما تقلقوش مش هتتعب البطن ولا تعمل انتفاخات زيادة ولا حاجة. تبارك الله كانت حلوة خالص وكان نفسها جميل، ب4 فصوص ثوم صغيرين مش كبار قوي. هبدأ ان انا اشوحهم. انا كنت ضاربه كمان طماطم في الخلاط كويس جدا ومصفياها، نزلت بالطماطم. هتاخد كده مثلا 4 5 غلوات على النار، اللي هي مثلا تتسبك شويه وسط كده، ما تتسبكش قوي ان هي تنشف، لان احنا لسه هنحطها في الفرن فهتكمل سواها وهتتسبك وهتبقى كويسه جدا. هنا القرنبيط بدات اشوفه، ضغطت عليه كده اشوفه استوى ولا ايه. اول ما يجي معايا على طول وانا بضغط كده فكده تمام قوي. انا مش عايزاه يبقى مهري في الفرن، تبقى القطعة بقطعتها كده زي ما هي. فخلاص انا كده نشلته بقى من المية وهصفيه كويس جدا، وهبدأ اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. تعالى اقول لكم هنحط بهارات ايه. هنحط ملح ومعلقة من الملح صغيرة، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة من فلفل الاسمر، ومعلقة من ال7 بهارات بيودوا الوصفة في حتة تانية خالص. وكمان لو عندك بابريكا حطي بابريكا. انا مش عايزاها تتسبك اكتر من كده، ده القوام اللي انا عايزاه في الصلصة، يبقى بالشكل ده. هبدأ بقى اديها تقليبة كده. انا حسيت ان هي محتاجة شوية ملح فانا ضفت لها كمان شوية ملح. هبدأ انزل بقى بالقرنبيط، هاخد زهرة زهرة كده بالراحة وهبدأ احطها جنب بعضها وبعد ما اخلص ارصهم بالشكل ده. هحاول ان اقلبهم تقليبة كده في الصلصة بحيث ان يبقى من فوق عليهم صلصة، من فوق ومن تحت. لما احطها في الفرن
هتحمر وهتبقى تبارك الله تحفة، ولونها هيبقى كأنك انت حمرتيها قبل ما تحطيها في الزيت بالظبط. سخنت الفرن قبلها ب10 دقايق كده علشان تنجز معايا على طول. تبارك الله اخدت قد ايه؟ اخدت تلت ساعة مفيش غيرهم. لونها تحفة، الصلصة بتاعتها نشفت فيها وبقت كويسة جدا، ما اتهرتش، الزهراية خارجة كده زي ما هي. سواها حلوة قوي، خفيفة جدا، بدون قلي، حلوة خالص، ولونها كمان جميل كأنك حمرتيها بالظبط. انا هنا اخدت قطعة اوريكم مستوية، مش مهرية ومش بتشد، كويسة جدا. تبارك الله، جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.